فاكرة واحدة كانت بتقول أنا ما اتضربتش، بس كنت كل يوم بحس إني بتكسر. كل حاجة كانت بتتقالي انتي مش كفاية، بص لفلانة أحسن منك ازاي، انتي فاشلة. كبرت بقيت بجلد نفسي بنفس الطريقة. أي غلطة صغيرة كان في صوت جوايا بيصرخ انتي مش هتنفعي. ايه غريب إن محدش شايف ده إساءة، كل اللي حواليا شايفينها تربية، بس الحقيقة مش كل تربية صح، ومش كل بيت كان أمان. لو انتي حسيتي لو جزء من الكلام ده فالحلقة دي ليكي. أول حاجة، هو أنا فعلا اتأذيت ولا ببالغ؟ أكتر سؤال بيسأله أي حد مر بإساءة من أهله. هو أنا مكبر الموضوع علشان احنا اتربينا إن أهلي دايما صح، لازم نبرهم مهما حصل وما ينفعش نشتكي منهم، فتبدأ تشك في نفسك. بس خليني أقولك حاجة واضحة جدا، الإساءة مش لازم تكون واضحة أو عنيفة علشان تبقى حقيقية. الإساءة أحيانا بتكون بشكل في كلمة بتتكرر لسنين لحد ما بقيت صوت جواكي، نظرة فيها رفض أو خيبة أمل، مقارنة خليتك عمرك ما تحسي إنك كفاية، تجاهل مشاعرك كأنها ملهاش قيمة. والمشكلة الأكبر إنك اتعودتي عليها فبقيت طبيعية. بس الطبيعي مش معناه صح، جسمك وعقلك بيدوك إشارات، توتر طول الوقت، خوف من الغلط، إحساس دايم بعدم الأمان، أو حتى الصعوبة في الثقة بالناس. ده مش دلع، دي آثار حقيقية لحاجة حصلت. طب ليه وجع الأهل بيبقى أعمق؟ عشان ببساطة هم الأهل هم أول نسخة من الحب في حياتك. لما يحب بيبقى مشروط، أحبك لو نجحتي، أحبك لو عملتي لي كذا، هرضى عنك لو بقيتي زي فلان. بتكبري وانتي فاهمة انتي لازم تستحقي الحب ده. ولما يبقى في أذى، نقد مستمر، تحكم، تقليل، بتبدأ تربط بين حب الناس ليكي وقيمتك، وده بيخليكي تخافي تخسري أي حد، ترضي الناس على حساب نفسك، أو تدخلي في علاقات شبه اللي انتي تربيتي عليها، كأنك بتعيدي نفس القصة بس بأشخاص مختلفين. في حاجة عايزة أقولها لك مهمة جدا، مش ذنبك حتى لو حسيتي ان هو ذنبك. اصعب حاجة في الموضوع كله ان ممكن تكوني مقتنعة انك السبب. يمكن قالولك ان احنا بنعاملك كده عشان مصلحتك، لو كنتي احسن ما كناش عملنا كده، فبدأتي تصدقي. بس خليني اكون صريحة معاكم، الطفل ما يستاهلش اذى مهما كان. انتي كنتي محتاجة حد يسمعك، حد يطبطب عليكي، حد يقولك انك كفاية. ولو ده ما حصلش، ده نقص عندهم مش عيب فيكي. ممكن يكونوا اتأذوا قبل كده، ممكن يكون ده يتعلموه، بس ده يفسر مش يديهم الحق ان هم يكسروكي. للأسف احنا فتحنا عينينا على الواقع الصعب. وحاجة كمان، انك ما تقدريش تغيريهم. خليني اقولك الحقيقة اللي توجعك، مش كل الاهل هيتغيروا. ممكن تفضل تحاول تشرح، تزعل وتبعد وترجع، وفي الاخر نفس النتيجة. وهنا بيجي التحول الحقيقي، ان تفهم ان شغلك مش انك تصلحهم، شغلك انك تحمي نفسك. طب ازاي تحط حدود بشكل واقعي؟ الحدود مع الاهل مش سهلة، وخصوصا في مجتمعنا، لكن نقدر نبدأ بخطوات صغيرة. اول خطوة، ما تحكيش كل حاجة، مش كل حاجة في حياتك لازم يعرفوها. تاني خطوة، اختار معاركك، مش كل تعليق محتاج رد. تالت خطوة، انهي حوار لما يتحول لأذى بهدوء، مش مرتاحة اكمل الكلام ده. رابع خطوة، قلل التواجد في أماكن اللي بتستنزفك، حتى لو ده معناه تبعد شوية. مهم تفهم إن الحدود مش عقاب ليهم، لا دي حماية ليك. وده يوصلنا لنقطة مهمة جدا، إعادة بناء نفسك من جديد. التعافي مش بس إن أنت تبعد عن الأذى، التعافي إنك تعيد بناء نفسك. ابدأ تلاحظ إيه الصوت اللي جواك. لو لقيته بيقول أنا فاشل، أنا مش محبوب، اسأل نفسك الصوت ده صوتي ولا صوت حد كان بيقوله ليا؟ وبعدين ابدأ تغييره حتى لو بصعوبة. أنا مش كامل بس كفاية، أنا أستحق حب بدون شرط. جرب كمان تكتب اللي حاسس بيه من غير فلترة. تعامل نفسك بلطف مش بقسوة. تدور على ناس آمنة حتى لو قليلين. فالخلاصة، يمكن اتربيت في مكان ما كانش آمن، بس ده مش معناه إنك تفضل عايش بعدم امان. يمكن اتقالك انك مش كفاية، بس ده مش معناه ان دي حقيقة. انت مش النسخة اللي هم شافوها فيك، انت النسخة اللي لسه بتتكون. وكل خطوة بتاخدها عشان تتعافى هي دليل ان انت اقوى مما تتخيل. افتكر، انت تستحق حياة اهدى حتى لو كانت البداية مؤلمة. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية.
لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، لو استفدتوا منه شاركوه مع اصحابكم. سلام.